في عمر 16 عاما فقط تبدأ الحكاية من جديد، ليس لكريستيانو رونالدو بل لابنه كريستيانو رونالدو جونيور، خطوة أولى على طريق مليء بالضوء والضغط. تدريبات داخل أسوار ريال مدريد، تحديدا في لا فابريكا، ليست صفقة رسمية بل بداية تعارف، نظرة أولى واختبار لصناعة المستقبل. كريستيانو جونيور ما زال مرتبطا بالنصر، يواصل رحلته في السعودية إلى جانب والده، لكن خيوط القصة بدأت تنسج بهدوء، ولهذا بدأ النادي يفتح الباب أمام الجيل الجديد، ويظهر ملامح لاعب يعرف جيدا ماذا يريد، والهدف أن يصل إلى الفريق الأول قبل أن يغلق والده الصفحة الأخيرة من مسيرته، ليلتقيا في نفس القميص وعلى نفس الأرض. لكن القصة لا تقف هنا، هناك اسم آخر يتوهج في الظل، نجل مارسيلو، الذي يلفت الأنظار داخل فرق الشباب ويقترب خطوة بعد أخرى. تخيل المشهد، ابن كريستيانو وابن مارسيلو على أرض سانتياغو برنابيو، بنفس القميص وبنفس الحلم.